السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه شيماء شروق. في هذه الوصفه الجديده اللي نشارك معكم فيها طريقه تحضير الفاصوليا البيضاء او اللوبيا البيضاء. وصفه مغربيه سهله وبسيطه وما كاينش منا اللي ما كتعجبوش في الاكثريه في هذه الوقيته البرد، كلشي تيحضرها. نخليكم مع الطريقه اللي سهله بزاف والنتيجه راه كتجي لذيذه. في الطنجره غادي ناخذ 2 ديال البصيلات اللي طحنتهم انا في الهشوار، ممكن تحكوهم. هنا عندنا 3 ديال المطيشات اللي حتى هما مطحونين، 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، معلقه كبيره من معجون الثومه اللي كيعادلوا لينا 4 الفصوص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره معمراش ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره معمراش ديال السكينجبير، معلقه صغيره من القزبر يابس. هنايا غندير زيت المائده تقريبا 1 المعالق كبار، وغادي ناخذ الطنجره ديالنا نحطوها على النار اللي كتكون مهيله ونخليوها كتقلى مزيان ديك مطيشه وبصيله مع العطريه. بالنسبه للوبيا او الفاصوليا البيضاء هنا رقدتها ليله كامله، عندي نص كيلو. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما تقلات لي ديك بصله مطيشه غنزيد عليها 1 المعلقه كبيره ديال معجون الطماطم. صافي نبقى هكا مره تنحرك شويه باش ما تلصقش لينا. ودابا غادي نديروا المطايب، غنديروا الماء الكافي اللي غادي طيب لينا فيه اللوبيا. كنديروا الماء شويه بزيت لحقاش كتهز الطياب. غنضيف اللوبيا نص كيلو، غادي نزيد هنايا نص ضامه ديال البنه، ممكن ما تضيفوهاش تستغناو عليها. نزيد تقريبا 1 المعالق كبار ديال زيت الزيتون اللي ضروري في هاد الوصفه. تنسدو الطنجره كنخليوها كطيب على عافيه اللي متوسطه، ومره كنطلعوا عليها وكنقلبوها هكذا من التحت باش ما كتشدش لينا. نقلبو غير بشويه باش ما تعجنش. كيف ما كتشوفوا هنايا وجدات معايا اللوبيا ديالي من بعد ما خليتها حتى اختارت شويه، وخليت فيها شويه ديال لاصوص لحقاش هي اصلا كتشرب. وهذه هي النتيجه النهائيه. صراحه راه كتجي لذيذه بزاف. وإلا عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا من الاشتراك ديالكم والاعجاب والتعاليق الزويونين ديالكم. نتلاقى انا وياكم ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد.